في مجال التكنولوجيا الوظيفية ببلادنا نظام GPS أو نظام تحديد المواقع الجغرافية بدأ به العمل منذ مدة. النظام تؤمنه شركة خاصة ويغطي مجموعة تراب المملكة. نظام بمنفعة كبيرة خاصة للسائقين لتحديد مسارات المسافات القريبة أو البعيدة. روبورتاج لحسين وزيك وحميد مربوح. استدر إلى اليسار بعد 400 مترا اعبر الدوار، خذ المخرج. على هذا المنوال يرشدك الجهاز المستقبل GPS بعد تثبيته بالسيارة. نظام لتحديد المواقع هو عبارة عن دليل يقود السائقين في الاتجاه السليم، مع تحديد الاتجاهات الممكنة والمواقع البارزة بالمحاذاة من المسار قبل الوصول إلى الهدف المنشود. الهدف على الجهة اليمنى. كيتكلم معك كيعطيك المعلومات، مثلا انت المعلومات اللي بغيتي، هو المعلومات كاع اللي في المدينه موجودين هنا، بحيث المناطق السياحيه، الستاسيونات ديال البنزين اللي كاينين، البيرو ديال المكاتب ديال البريد، الادارات. بعد الحصول على نسخة من نظام تحديد المواقع الجغرافية الخاص بالمغرب، خدمات GPS المقترحة تغطي مجمل التراب الوطني وتهم في بداية الأمر المدن الكبرى، فالجهاز مزود بخرائط إلكترونية لشوارع المدن وأزقتها ليقتحم عالم التطورات التكنولوجية للسيارات الشخصية أو المهنية. طورنا باش نلحقوا على في نصاص أوروبا اللي هو جهاز ديال GPS اللي معروف، اللي قاد المال هضر عليه نكتة بأنه موجود في المغرب، ولكن هو موجود، بحيث هنا دابا المغرب كبير وزناق كثروا، كتدخل فيه الادريسه اللي بغيت تمشي ليها وكيصيفطك ليها ديريكتومون. عن طريق المعلومات التي يستقبلها من الأقمار الصناعية، يمكن جهاز GPS بالمغرب من التعرف سلفا على الشوارع المزدحمة بغية تجنبها. نظام الملاحة وتحديد المواقع هذا قد يكون المثال الأهم لمدى تغير أسلوب الحياة لدى المغاربة سنة بعد أخرى. وكذلك النظام يتغير سنة بعد أخرى لتغير جغرافيا الشوارع